انظر حولك وشاهد الأخبار في الصحف والمجلات والتلفزيون، سواء في الدول العربية أو العالم، لن تجد فيها شيئا مهما، بل جميعها تتناول أخبارا تافهة ومضحكة. انظر أكثر وشاهد مشاهير الإنترنت ومحتواهم، لن تجدهم يقدمون محتوى علمي أو ثقافي أو أي محتوى يفيد البشر بطريقة لطيفة، بل ستجد كل محتواهم تافه بشكل لم يحدث في التاريخ كله. فالأغبياء والتافهين أصبحوا صفوة المجتمع الجديد. هؤلاء يتم تقديرهم من العالم والمؤسسات وكبرى الشركات، ويتم الترويج لهم على أنهم القدوة والنجاة، وأصبحوا يحققون ملايين وملايين الدولارات سنويا من محتوى فارغ القيمة. فأصبح كل طفل وكل شاب يتمنى أن يصبح مشهورا يقدم محتوى تافها مثلهم، وأهملنا المبدعين من يقدمون محتوى وأشياء مفيدة للبشر. هذا هو العالم الجديد، عالم مهووسي الإعجابات والمشاركات والمشاهدات، عالم التفاهة المرعب. واليوم سنتحدث عن الكتاب الذي تحدث عن هذا العالم الجديد ووصفه بشكل مخيف، بل وشرح لماذا يتجه العالم للتفاهة. كتاب نظام التفاهة للكاتب آلان ديلون. عرف الكتاب الشخص التافه بأنه الشخص المتوسط العادي الذي لا يتفوق في أي شيء وغير مميز وليس ذكي ولا أي موهبة، وهؤلاء هم أغلب البشر، مما جعل الفئة التي تتقلد أعلى المناصب حاليا في كل المجالات هي فئة التافهين، وهم لا يفقهون شيئا أصلا في مجالهم. وهؤلاء التافهين يزيدون الأمر سواء بسبب غبائهم، بل أنهم يختارون دائما مجموعة من الفشل اللي يحيطون بهم، وبذلك سيكون هذا التافه مالك التافهين الأكبر، وبذلك سيسيطرون التافهين على كل شيء، بل أن هذا يجعلهم يخافون من الشخص المميز أو الموهوب، فليس من مصلحتهم أن يكون في محيطهم شخصا موهوبا أو مميزا، ولذلك تختار المنابر الإعلامية والتي يسيطر عليها هؤلاء كل الشخصيات التافهة والغبية والمضحكة، والترويج لهذه الشخصيات وتقديرها، فتحقق هذه الشخصيات شهرة كبيرة جدا وتصبح حديث الجميع، فيكبر الأطفال والجيل الجديد وهم يريدون أن يصبحوا مثل هؤلاء التافهين. وبظهور منصات التواصل الاجتماعي كتيك توك أصبح التافهين هم أشهر البشر في كوكب الأرض، وأصبح المحتوى التافه والغريب هو السيد. فتخيل أن هناك ملايين الأشخاص قد يشاهدون فيديو لعائلة مثلا مدته ساعتين وهم ينتقلون من المنزل القديم للمنزل الجديد. أصبح المحتوى الغريب والمضحك هو السيد، بل أن هناك شخصيات كابتن الكشري في مصر أو محمود حديدة أصبحت حديث الجميع. الكتاب أكمل وعرض أولا الشخص الكثير، وهو الشخص الذي يرفض نظام التفاهة ويكرهه وينسحب ولا يتفاعل معه ولا يعبر حتى عن رفضه. ثانيا الشخص التافه، وهو شخص متوسط الذكاء أو غبي لا يفقه شيئا، وجد العالم يقدر التافهين فاعتقد أنه مميز فنشر تفاهته للعالم التافه فأصبح تافها مميزا، أو تافها يشاهد التافهين ويتفاعل معهم. ثالثا المتعصب، والتافه المتعصب الذي يحارب أي شخص يحاول الهجوم على التافهين ويصبح عبدا للتافهين وهم مجانين وجمهور المشاهير. رابعا التافه الذكي، وهو شخص عرف أن التفاهة هي ما تنجح فأصبح تافها ليستفيد من النظام. فمن أنت من بينهم؟ نظام التفاهة يروج العالم له بعد أن أصبح العالم كله من التافهين، وأصبحت الشركات وكبرى المنصات تدعم التافهين لأنها تجلب لهم أموالا طائلة. حتى الحكومات لم تعد تريد أن تصبح شعوبها متعلمة ومتطورة حتى لا يكتشفون مدى تفاهة وفشل الأنظمة والحكومات العالمية. فأهلا بك في العالم الجديد، عالم التفاهة المرعب.